باعتبار الحقد صار ضرورة والتخوين وصف عادي، بينما النفاق ثقافة سادت بين الكرد بسوريا وصارت من أجمل القيم الأخلاقية عندهم، فبالطبيعة كتير مفاهيم تانية رح تتغير عندهم. سألنا عن المفهوم الحالي للنقد البناء. سألنا هيدا السؤال على فيسبوك واجتنا كتير تعليقات ساخرة، وبدي أعرض لكم شوي من هيدي التعليقات. وبنرجع لموضوع الحلقة ومخاوف الكرد من اقتتال كردي كردي، وخاصة بعد استشهاد 5 عناصر من البيشمركة على يد قوات الPKK. طيب مين بلش بمين؟ حتى وإن كانت هناك تجاوزات كما حصل في مؤخرا في استشهاد مجموعة من البيشمركة، إلا أن من المحرمات المطلقة هنا في إقليم كردستان أن ترفع البندقية ضد أي طرف كردي. أم شر كرد وكرد دبي سردمي دا وقت فلاكت دبينن، شاشيا هاري مازن دبينن. إنه لا هدول مع الاقتتال الكردي ولا هدول مع الاقتتال. طيب مين عم بيحرض على الاقتتال ويسخن هالأجواء؟ ليكونوا هدول؟ العامة هدول كرد سوريا، شو دخلن هن بالموضوع؟ ناس بکن گو آزادی کردستان نتنه یکی کرد خودی شاشق به سروکته، آزادی کردستان سیستم آتا به آزاد، یعنی از بیم خوابکم کرد و جل کردی خوابکم سروکته آزاد نابه. ايه خلينا من قياديهم وتعال نشوف أعلامهم. كاك زيوار مثلا هم بينا حسن كو زماني هند رونايدا بكارتينن زفرة تندا هشكا لامبري باشورين كرسانا مثلا إيرشي كسايتين باشورين كرساني هم كردكن مثلا قوتنين كود مديا دا نابا ورا كاراني بكارتينن وكا خاين وشكايتي وتشمشتي في آواهيش. خلونا نرجع لقياديهم الكبار أحسن. نها ده سردمکی کو ایرشکی وسای برفرال سر مهی ما امه چوا ایرش ببن سر پیشمرگه، یعنی واتشکی عقلانه چه ما امه بخوا به دست خوا جپوکی دویم رو خوا وکنه. كلام معقول ومنطقي. حزارو نحسدو ونوتو بينجاده إيريشا بروسك توغايا بروسك وقتی جو بي سوجو بي سبب و إيريشي بارتي ديمقراط كر جو پشت باشه اف اخلاقی عشیرایی، اف اخلاقی پارتیا و شورشگرایی کالا في وجه من صافي بك. طيب حدا يمكن يسأل هالحزب فات على شمال كردستان بعد اتفاق من هذا الحزب، طيب شو عدا ما بدا؟ اگر PKK ریز جخالکی تنی رو وی پیمانی رو گرته به از نما داخلون، اگر PKK ریز جوی پیمان هانی رو گرته به از نما، یعنی از نما از لیبرونا خوش بخواست. بتون مروواتی پرس کری که خواه به گفتگو نوسا به دیالوگ چاره سرد که ای باشه ام کرد چما دیالوگ ناکن، چما ام چاره سر پرس کری خواه دیالوگ چاره سر ناکن خواه به عسکری بکن وسا بدنگ به عسکری نوش کافدا هیرچ بکن چما جبو چه كيلا خافتنا بريس قليلا جيجو داربك كوي بيج باب ديالوجي بككي. أيوة الحوار هو الحل.
حزب العمال الكردستاني هو الذي يحتل المناطق الأخرى، وهو الذي أعطى مسوغ للسلطات التركية بأن تتوغل داخل الأراضي العراقية وتقوم بمتابعة أو ملاحقة حزب العمال الكردستاني. زميلي من بروكسل يعني يتحدث بمغالطات بعيدة عن الواقع تماما ولا علاقة لها بالوضع الحالي. أنا أعتقد التنسيق يجب أن يكون لا لك أنت على الهوا وعم تحكي معهم هيك، بس تكون معهم على طاولة الحوار شو رح تعمل فيهم؟ بعدين تعال هون وأنت رئيس حزب كردي سوري، ليش عم تعمل هيك يا زلمة؟ خليك محضر خير، ليه عم بتسخن طرف على التاني؟ انتم يلي عم تحرضوا على الاقتتال، فكرتوا شي مرة بس تسمعوا لأبناء الشهداء؟ فكرتوا بس شي مرة تعرفوا موقفهم من الاقتتال الأخوي؟ کجا شهید تنظیم الشارع PKK پارتی سال 1995 الدفرا بالباطفة البيغوفا شهيد كافتبي بيجين شهيد لديتنا من أسا قبيلنا كما أكو كجا قبيلنا كي بابت شهيد از شان وكو من قلت إجباري نوكاجي از هر دم پیام آدم کو از شانازی شهید بنا باب خاناکم و بیا چه شهید شر براکوشیه از نه شهید قبیلت کم نه شانازی پیت کم اوه هزرا منه بو چی از وقت کم از و حتی از هندی ساخم هندی از همه جی کربو کینا سر کردن کردی جیش دل من ناید داره هر دم از وید بیجم بو چی مبستات سر کردت PKK و یک همیلانه گشتی او کسیم بین اگر شر براکوشیه ممكن نلاقي أجوبة على أسئلة كتير، إلا جواب على هيدا السؤال، إنه هالحزب من أول ما إجا لحد هلأ عم بيحارب مسعود برزاني أكتر من محاربته للأعداء. ليش يا ترى؟